السلام عليكم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، حبايب قلبي الغاليين. عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبأحسن صحة وأحسن حال، وحشتوني جدًا جدًا. فيديو النهارده إن شاء الله زي ما أنتم متعودين معايا وصفات اقتصادية، هنعمل مع بعض حاجات حلوة جدًا في البيت هتوفّر علينا تقريبًا نُص الميزانية إن شاء الله بإذن الله. تابعي الفيديو معايا يا ست الكل، وإن شاء الله بإذن الله الفيديو يعجبِك، وأهلًا وسهلًا بكل حبايبي الجداد اللي نوّروا القناة. واهلا وسهلا بكل عيلتي الجميله، ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا. الجو ساقعه تلج كده بالليل عندنا هنا في مطروح، فقلت بقى اما اعمل لهم كوبايتين سحلب. أنا يا بنات كنت باعمل السحلب في البيت، وطبعًا زي ما أنتم متعودين معايا كل سنة، وعملته لكم يمكن في فيديو سابق كده من كام يعني من أسبوعين والّا حاجة. وإنما أنا ده اشتريته جاهز الصراحة من فتح الله. الكيلو فتح الله يا بنات من السحلب ب80 جنيه، الربع كيلو لو جبتيه هيعمل لِك مرتين. أنا حلو أوي بالنسبة لي في الشهر ربع كيلو يعمل لي مرتين سحلب، مع بقية يعني الشهر كده نقضيها مشروبات ساخنة، حلبة، ينسون، مثلًا نعمل شاي بلبن، نعمل hot chocolate مرّة، المهم الدنيا بتمشي. لازم يا بنات تمشي، طالما إحنا عندنا يقين في الله زي ما قُلت لكم قبل كده، إن شاء الله بإذن الله ربنا هيحسن ما بين إيدينا. عملت السحلب وضبّطت الدنيا كده، هو تقل معايا شوية، كانوا على رأي ولادي مهلبية يا ماما، بس كان حلو وطعمه كان لذيذ جدًا، جدًا. وشربنا كوبايتين السحلب كده بالليل، وبعد كده دخلنا وقُلت أشوف أنا ورايا إيه في المطبخ عايزة أعمله. كنت قايلة لكم يا بنات على موضوع القشطة اللي هي وش اللبن، وقُلت لكم حوّشوها بتبقى حلوة أوي، أوي، نعمل منها سمنة لطول الشهر. اللي أنتم شايفينهم دول 3/4 كيلو من القشطة، يعني أنا حطيتهم على الميزان عملوا لي 3/4 كيلو، اللي هو يعني كيلو إلا ربع، 3/4 يعني كيلو إلا ربع. كيلو إلا ربع من القشطة تقدري حضرتِك تشتريها قشطة أنتِ كده مثلًا من عند أي مصنع عندكم، أو أي حد مثلًا من اللي بيعملوا السمنة، تقولي لها أنا عايزة القشطة بس، وتبتدي حضرتِك تخضيها. تقدري حضرتِك زي ما أنا باعمل تحوّشي وش اللبن. أنا يا بنات زي ما أنتم شايفين كده كنت عاملة معاكم في الفيديو اللي فات اللبن ده، كنت حاطاه في التلاجة، يعني غليته وسِبته في التلاجة بعد ما برد لتاني يوم الصبح، وتاني يوم الصبح رُحت شايلة القشطة من عليه، بس ده ما كانش الصبح ده كان بالليل. رُحت شايلة القشطة كده من عليه، وبعد كده هابتدي إن أنا أشتغل فيها. طب بالنسبة لكمية اللبن يا دودي اللي أنتِ بتغليها مرة واحدة دي، هنعمل فيها إيه أو ما تبُص معانا في التلاجة؟ بما إننا يا بنات دلوقتي في فصل الشتا، فهي ما تبُص معانا، نعبّيها في أزايز زي ما هتشوفوا معايا كده، وباحطها في باب التلاجة وباستخدم منها. طيب أنا يا دودي مثلًا مش في فصل الصيف مش في فصل الشتا قصدي وفي فصل الصيف، كمية اللبن دي هتبوظ معايا خلاص، أنا هنا باغلي ال2 كيلو أو ال2 كيلو ونُص اللي باجيبهم، على حسب الإزازة اللي الست بتدّيهم لي، بابتدي أخلّي كيلو مثلًا في التلاجة اللي أنا هاستخدمه على يوم أو يومين، وباشيل الكيلو التاني مغلي في الفريزر، وبعد كده باطلّعه واسيبه يفُك واستخدمه. كده لو حضرتِك في الصيف، إنما لو في الشتا ما فيش مشكلة خالص إنِّك تسيبي اللبن بالأسبوع حتى على الأقل، يعني هنقول مثلًا 3، 4 أيام في التلاجة، كده ال2 كيلو أنا يقعّدوني 3 أيام، 4 أيام على حسب. أنا يا بنات باستخدم في الأسبوع 3 كيلو من اللبن، أو ممكن يبقى 4 كيلو مثلًا لو أنا هاعمل كيكة، لو مثلًا ولادي حابين إن هم ياكلوا يعملوا قصدي رز بلبن، الكلام ده كله. إنما غير كده باستهلك 3 كيلو في اللبن، 3 كيلو في الأسبوع من اللبن. أنا هنا خلاص حطيت اللبن كده زي ما شفتوا. تعالوا بقى ندخل في موضوع خَض القشطة. بالنسبة للقشطة يا بنات إحنا هنجيبها ونبتدي نسيبها تبرد أو تبقى بدرجة حرارة الغرفة تمامًا، وبعد كده نشتغل فيها. أنا طبعًا باعملها بالعجان، بس ليه حبيت أعملها لكم؟ لإن جات لي متابعة حبيبتي قالت لي: "يا دودي أنا ضربت القشطة وبقت سايبة معايا خالص وباظت ومش عارفة أعمل لها إيه." أنا هاقول لِك يا ست الكل، إحنا دلوقتي أهو أنا هاضربها، هي المفروض ضربتين 3 كده 4 بعد ما نحط لها رشة ملح طبعًا، هتبُصي تلاقيها فصلت الشرش بتاعها اللي هي المَيّة، واللي إحنا بنشيلها من وش اللبن يا بنات مش هتطلّع معانا شرش كتير، خلّي بالكم يعني. بس أنا برضه بعد ما هاعملها كده هاوريكِ المرحلة، وهافضل أضرب فيها لحد ما تبقى قشطة معايا. شايفين المرحلة بتاعة التخريز دي؟ وبُصّوا اللهم بارك لونها أخضر إزاي يا بنات. مرحلة التخريز دي مهمة جدًا، كده إحنا خلاص وصلنا للقشطة بتاعتنا. لو كوّرناها كده في إيدينا هتتكوّر معانا وهتبقى جاهزة، يعني الموضوع ما بياخدش منِّك غلبة ولا وقت طويل، هو بس مجرد إن أنتِ بتضربيها وتفصل معاكِ. شايفين أنا باقول لكم إزاي الشرش طلع، وكمية الشرش اللي طلعت يا بنات مش كتيرة، يعني ما شاء الله اللهم بارك كمية صغيرة. كيلو إلا ربع من القشطة طلّع لي نُص كيلو من السمنة، وهتشوفوا معايا دلوقتي البرطمان ال700 جرام عمل لي نُص البرطمان، والله أكتر من نُص البرطمان كمان يا بنات، 3/4 البرطمان. أنا هنا بقى وريتكم لمّا ضربتها وبقت كريمة، يعني أنا زوّدت عليها في الضرب لحد ما بقت كريمة معايا. خلّي بالكم أنتم كل ما بتضربوا القشطة كل ما بتقللوا كمية المُرتة اللي طالعة،
بس إحنا يعني بما إننا في البيت وبما إنها مُرتة هتبقى مثلًا من وِش اللبن أو قشطة قصدي من وِش اللبن، فمش مشكلة كمية المُرتة اللي هتطلع هتبقى كتيرة شوية مش هتفرق. إحنا برضه بنعمل الحاجة في بيتنا، المهم إن هي بتنفع جدًا يا بنات وبتوفّر جدًا علينا. طَب أنتِ يا دودي دلوقتي عملتِ إيه؟ أنا حطيت شوية من الزيت كده في الأرضية، مش كتير عشان ما يهدرجش معانا، إحنا بس مجرد إن هننزّل عليه القشطة اللي إحنا ضربناها كتير. أنا هنا ضربتها كتير لحد ما بقت كريمة، لكن لو ضربناها أو التخريزة بتاعتها اللي إحنا عملناها في الأول هي دي المضبوطة. أنا وريتكم كل المراحل، المرحلة دي إحنا مش عايزين نوصل لها، بس أنا ليه عملتها، عشان لو أنتِ وصلتِ لها في البيت يبقى ما تقلقيش خالص وتقولي القشطة باظت معايا، لأ، كمّلي وإن شاء الله بإذن الله هتبقى زي الفل. على فكرة يا بنات المرحلة اللي إحنا وصلناها لمرحلة الكريمة دي القشطة اللي أنتم بتشتروها من برّه، بتبقى جاهزة من عند اللبّانين، تقدري حضرتِك تحطّي لها كوبايتين من الزبادي ومعلقتين من السكر، هتبقى قشطة معاكِ للأكل رهيبة جدًا، 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 مش شرط إن أنتِ تسيّحيها زي ما إحنا عملنا كده، وإنما أنا هنا دلوقتي هاسيّحها، فحطيتها على النار هادية شمعة، خلّي بالِك علشان ما تتحرقش معاكِ، ومن حين لآخر هنفضل نقلّب فيها، نقلّب فيها، كل ما بتقلّبي كل ما هي بتصفى معاكِ وبتوصل للمرحلة اللي أنتِ شايفاها دي، بس أهم حاجة ما تنسوش رشة الملح علشان هي اللي بتخلّي القشطة تفصل معانا المَيّة أو اللبن يعني. بُصّوا يا بنات شايفين اللهم بارك، هنا بقى خلاص كانت اتصفِّت تمامًا، باسيبها بقى تهدى شوية بعد المرحلة دي، وبعد كده بنبتدي إن إحنا نعبّيها في البرطمان. طَب أنا هنا يعني ما استنيتش الصراحة عليها، أنا قُلت خلاص أنا هاعملها على طول، لإن أنا كانت الساعة حوالي 00:00 وكنت عايزة أنام، فقُلت خلاص يا دودي فضّيها وزي ما تيجي، تيجي. فأنا هنا جِبت المصفى بتاعتي، ليه جِبت المصفى؟ عشان كمية المُرتة يا بنات، شايفين كمية المُرتة؟ اللهم بارك هي مش كتيرة، والمُرتة دي نقدر نعمل بيها إيه، نحطها على قطعة جبنة قريش أو قطعة جبنة قديمة مع شوية طحينة وناكلها بالهنا والشفا، طعمها حلو جدًا، مغذية ولذيذة، كلّها كمية بروتين، لإن هو طبعًا معمولة من اللبن. إحنا ما بنرميش حاجة، ما بنستغناش عن حاجة، كل حاجة بما إننا ستات بيوت شاطرين نقدر نحوّلها لدهب في إيدينا، بس أهم حاجة يكون عندِك اليقين إن أنتِ تعملي حاجة. نيجي بقى لمرحلة خلط السمن، البرطمان ده 750 جرام اللي هو برطمان المربى يا بنات الكبير بتاع فيتراك. طيب أنا هنا عملت حوالي 3/4 3/4 من السمنة، هاكمّل الربع اللي فاضي أو ما يعادل مقدار كوباية من الزيت، كوباية من الزيت وكان عندي برطمان قديم فيه شوية كده من السمنة، سيّحته كده حاجة بسيطة في الميكروويف وحطيته فوقيها، وكده يا بنات بقى عندي برطمان يكفّيني طول الشهر أعمل منّه رُز، أعمل منّه بيض، أعمل منّه أي وصفة للمعجنات، أحطّه على الطبيخ، هيبقى ممتاز معاكِ جدًا على الطشة واسمها سمنة بلدي، أحسن ما تروحي تشتري السمنة المهدرجة من برّه، ويبقى إحنا كده ضربنا عصفورين بحجر وعملنا اللبن سمنة وشربنا لبن وعملنا قشطة والحمد لله والشكر لله. تعالوا بقى ندخل في بقية الفيديو بتاعنا، طوّلت معاكم في موضوع القشطة بس كان لازم أتكلّم عنها باستفاضة علشان خاطر حبايبي اللي لسه بيتعلموا، واللي لسه في المطبخ، واللي عايزة توفّر، تقدر إن هي تاخد المعلومة وتعملها. أنا هنا جِبت إيه يا بنات، جِبت 3/4 كوباية من الزيت، ونُص كوباية من الزبادي، ما يعادل كوبايتين من الصغيّرة أو كوباية من اللي هي 105 جرام، وحطيت كوباية من السكر، وهابتدي إن أنا أحط معلقة كبيرة مليانة من بشر البرتقان، ودلوقتي البرتقان موجود يا بنات، نقدر إن إحنا كل ما نجيب كيلو برتقان ناخد بشر برتقانتين 3 كده، ونحطهم في علبة ونحطهم في الفريزر، هينفعنا جدًا، بديل للفانيليا ممتاز جدًا، وحطيت كمان باكيت فانيليا، وهابتدي إن أنا أضربهم في الخلاط. طب أنتِ هتعملي إيه يا دودي؟ أنا هاعمل كيك من غير بيض، كيك من غير بيض، من غير بيض، كيكة حلوة أوي، أوي، أهم حاجة بس ركّزي على الفانيليا وبشر البرتقان علشان دايمًا الكيكات اللي من غير بيض بنحب نحط لها أي منكهات تبقى قوية علشان تداري على الطعم بتاعها. بعد كده حطيت كوباية إلا ربع من اللبن، يعني ضربت الأول الزيت والسكر والزبادي وبشر البرتقان، وتقدري حضرتِك لو مش عايزة لون الكيكة برتقاني ما تحطيش بشر البرتقان في الخلاط، سيبيه بعد ما تخلّصي ضرب الخلاط وابتدي إن أنتِ حطيه. بعد كده يا بنات حطيت الخليط بتاعي كده في الطبق، بعد ما حطينا طبعًا اللبن وضربناه كويس، وهابتدي إن أنا أحط كوبايتين إلا ربع من الدقيق، بس أنا هاحط الأول كوباية وبعدين هاحط كوباية إلا ربع، هاحط معلقة كبيرة مليانة من البيكنج باودر، وربع معلقة صغيرة من البيكنج صودا أو بيكربونات الصوديوم، علشان إحنا هنا مش حاطين مادة رافعة، مش حاطين بيض خالص، فمحتاجين نحط حاجات تخلّي الكيكة معانا هشة، كيكة لذيذة أوي، أوي والله العظيم بجد هتدعوا لي جدًا عليها، هي كيكة طعمها ممتاز جدًا، جدًا.
أنا هنا عملت إيه يا بنات، زي ما أنتم شايفين كده، رُحت حاطة البيكنج باودر وحطينا ذرة ملح وحطينا البيكنج صودا والدقيق، وهابتدي إن أنا أقلِّب كده لحد ما ألاقي الخليط ده يعني ينزل كده فوق بعضه كده درجات، لمّا تلاقيه ينزل فوق بعضه درجات كده، تعرفي إن هي الكيكة معاكِ والخليط مضبوط، ما تتقليهوش أوي وما تخففيهوش أوي، الكيكة دي لو خففنا الخليط بتاعها هتطلع معجنة خلّي بالكم علشان ما فيهاش بيض. والله كيكة لذيذة أوي، أوي، أنا عايزة أقول لكم إن هي اتنسفت، ولادي بيحبوا الكيكة دي جدًا وبيحبوا طعمها، ومش شرط عشان ما عندناش بيض نُقف، لأ، حتى لو ما عندناش بيض هنعمل برضه حاجة حلوة لولادنا. شايفين بقى الخليط الكيكة اللي باقول لكم بينزل درجات فوق بعضه إزاي يا بنات، وبعد كده حطيته هنا في القالب اللي هو بتاع الEnglish cake هاحطه في قالبين الصغير والكبير، واحطهم في الفرن على درجة حرارة 180 الرف الوسطاني، هياخدوا معانا حوالي نُص ساعة ويطلعوا بالشكل الجميل اللي أنتم شايفينه، حجمهم تضاعف الحمد لله والشكر لله. الكيكة دي من جوّه قلبها لونه برتقاني، قلبها بيبقى هَش كده مع طعم كده طري، بتبقى حلوة أوي الصراحة، أنا عن نفسي باحبها. شايفين الكيكة عاملة معانا إزاي، وطبعًا اللون البرتقاني ده زي ما قُلت لكم عشان أنا ضربت البرتقان في الخلاط، تقدري حضرتِك ما تضربيش البرتقان في الخلاط وتسيبيه كده هتبقى معاكِ لونها أبيض. أتمنى إن شاء الله إن أنتم تجربوها وتكتبوا لي في الكومنتات يا دودي إحنا جربنا الوصفة بتاعتِك وطلعت حلوة وزي الفل. حاولوا يا بنات على قد ما تقدروا الأيام الجاية نستغنى عن إن إحنا نستخدم مواد دهنية كتير، الحاجة اللي عايزة تتقلى نحاول إن إحنا ما نقليش، نشوي مثلًا أو نحمّر أو نقلي بكمية زيت قليلة، نستخدم الفرن أكتر بما إن الزيت غِلي، فطبعًا كل حاجة بتغلى دلوقتي بنضطر نوجد لها بديل أو نستهلكها بكمية قليلة بحيث إن هي تنفع طبعًا إن إحنا أو نقدر طبعًا إن إحنا نواكب موجة الغلا اللي موجودة دلوقتي. أنا هنا ابتديت بقى إن أنا أعمل لهم الغدا، والغدا معايا النهارده هيكون فراخ وأكلة شعبية كده، أكلة كلنا بنحبها، رز وشوربة، ملوخية. بما إني بقى داخلين على موسم شهر رمضان يا بنات، فمحتاجة إن أنا أكلمكم في موضوع مهم جدًا، موضوع حصّالة رمضان. حصّالة رمضان دي يا بنات أو حصّالة رجب، إحنا بنعملها من هنا لشهر رمضان، يعني أنا المفروض كانت تتعمل من قبل كده طبعًا بكتير، وإنما أنا بادّي دلوقتي فرصة للناس اللي لسه ما عملوهاش يبتدوا إن هم يعملوها. طيب الحصّالة دي يا دودي شرط تكون فلوس أشيلها في حصّالة؟ لأ، أنا قُلت لِك حضرتِك ممكن تجيبي خضار وتشيليه، ممكن تجيبي أي حاجة ناقصاكِ في البيت مثلًا طقم كوبايات، مثلًا طقم كاسات، مثلًا ناقصِك مفرش، مثلًا ناقصِك خزين، أي حاجة تجيبيها وتشيليها هي دي حصّالة رمضان. يعني حصّالة رمضان يا بنات ما ارتبطتش بإن إحنا نشيل فلوس، لأ، شيلي أي حاجة تيجي قدّامِك، أي حاجة، أي فلوس زيادة معاكِ. أنا عايزة أقول لكم يعني في متابعة طبعًا حبيبتي وقلبي إن هي عمتي بتقول لي: "يا دودي أنا سمعت إن أنتِ بتقولي شيلوا أي حاجة موجودة عندكم." فقُمت على التربو بتاع الخزين بتاعي ورُحت شايلة كل الحاجات اللي فيه، ولمّا جِبت بقى الشهر ده ما جيتش ناحية الحاجات القديمة، فطبعًا دي حاجة تفرّحني جدًا، وحاجة باسطاها كمان لإن هي بتقول لي كده يعتبر عندي مثلًا ربع الخزين بتاع شهر رمضان. فأنتِ كمان اعملي كده، قومي دلوقتي بعد ما بتسمعي الفيديو كده لو عندِك فايض عن احتياجِك أو أنتِ عارفة إن في حاجة زيادة عندِك مثلًا في البيت مش هتستهلكيها الأسبوع ده لو أنتِ ماشية بالأسبوع أو مش هتستهلكيها الشهر ده لو أنتِ ماشية بالشهر، ابتدي شيليها بعيد عن إيديكِ، أهم حاجة الحاجات تبقى بعيدة عن إيدينا وبعيدة عن عينينا، لإن هي طول ما هي قدّامنا وطول ما هي يعني موجودة في المكان، هتبتدوا تلاقوا نفسكم أنتم بتسحبوا منها، وإحنا مش عايزين كده خالص يا بنات، إحنا عايزين الحاجة اللي هي ينفع إن إحنا نشيلها، نشيلها. معاكِ 50 جنيه زيادة وربنا كارمها عليكِ، انزلي هاتي لِك طقم كوبايات وشيليه، انزلي هاتي لِك كوشن يا ستي بتاع مثلًا من اللي هو بتاع الخداديات الصغيرة اللي بتتحط على الرُكنة أو على الأنتريه الحاجات دي كلّها، هاتي لِك مثلًا 2 كيلو من البريل أو إزازتين من البريل وشيليهم، هاتي لِك مثلًا يعني إيه مثلًا يا بنات الحاجات اللي بنستهلكها في رمضان سُكّر، هاتي لِك 2 كيلو سُكّر مثلًا ب55 جنيه، ده طبعًا من السُكّر المدعّم اللي هو ب27 جنيه، وابتدي إن أنتِ شيليهم. ده مثال بسيط جدًا يا بنات، ب50 جنيه نقدر إن إحنا نعمل حاجات كتير. طبعًا في ناس بتتكلم في لبس العيد، طب لبس العيد أنتِ ممكن دلوقتي تشوفي جمعية كده مثلًا مع أصحابِك تبقى مثلًا ب200 جنيه في الشهر تاخديها 2000 جنيه لو أنتم 10 تنفار. تبقى ب300 تاخديها 3000. حاولي تلميها من حواليكِ كده من جيرانِك، من أمِك، من أختِك، ربنا طبعًا يخلّيهم لِك ويبارك لِك فيهم، من مكان مثلًا أصحابِك في الشغل، ابتدي أنتِ من نفسِك قولي لهم يا جماعة يالّا بينا إيه إحنا هنعمل جمعية، حاولي تخلّي الناس اللي محتاجاها أوي كده في الأول لحد شهر رمضان، والناس اللي مش محتاجاها مثلًا نأخّرها شوية، هتبُصّي تلاقي نفسِك جبتِ لبس العيد لولادِك من غير ما تحسّي، برضه ده من الحاجات المهمة اللي أنا حبيت أذكّركم بيها وباذكّر نفسي كمان، علشان ناس كتير يا بنات بتشيل الهَم. ناس كتير بيبقى موضوع دخلة رمضان ودخلة العيد عامل لها ضغط نفسي وstress كده على نفسيتها،
إحنا مش عايزين كده، إحنا عايزين نوجد بدايل لبعض. طيب أنا يا دودي ما عنديش إمكانية مثلًا إن أخش جمعية ومعييش حد حواليّا إن أنا أدخل معاه جمعية، خلاص يا ستي اللي ربنا يقدّرِك عليه، جبتِ كوتشي لعيّل مثلًا الشهر ده والشهر الجاي تجيبي لواحد تاني، إنِّك مثلًا شِلتِ 300، 400 جنيه الشهر ده والشهر الجاي كذلك الأمر. طبعًا أولًا يا بنات بيختلف على حسب عدد أفراد الأسرة، بيختلف على حسب أنتِ بتجيبي إيه، إيه الحاجات اللي أنتِ بتشتريها، مش كل الناس بتروح تجيب الحاجات الغالية ومش كُلّه بيجيب الرخيص، في اللي بيجيب ده وفي اللي بيجيب ده، في اللي بيجيب المتوسط. أنا عن نفسي يا بنات يعني أنا عن شخصيًا باجيب المتوسط، بانزل العتبة كده كل آخر رجب أو أول شعبان، بابتدي أجيب لولادي الحاجات مثلًا كوتشيات تكون حلوة كده، تكون براند ولكن طبعًا في العتبة أنتم عارفين سعرها بيبقى أرخص شوية. أجيب لهم مثلًا طقمة، هاشوف أنا كل واحدة منهم طبعًا بناتي دلوقتي الحمد لله ابتدوا يكبروا، وابتدوا دخلنا في مرحلة المُحيّر اللي إحنا داخلين على أنساتي شوية، فشوفي مثلًا ولادِك إيه اللي ممكن يجيبوه، من دلوقتي مثلًا لو عندِك حد بيبيع قسط وأنتِ حابة موضوع القسط ده، هاتي حاجة وشيليها، هاتي حاجتين وشيليهم، خلّصي فلوسهم وبعدين ابتدي هاتي الحاجة التانية، ما فيش وقت يا دودي، لأ في وقت، في وقت لو إحنا عايزين نعمل هيبقى في وقت بالنسبة لنا نعمل، لكن لو إحنا عايزين نعقّد الأمور وعايزين الدنيا ما تمشيش، هنقول إحنا مش هنلحق نعمل وهنفضل حاطين إيدينا على خدنا، إحنا مش عايزين كده يا بنات، إحنا عايزين ربنا يفرجها علينا إن شاء الله. حبيت إن أنا أتكلم معاكم النهارده، حبيت إن أنا أقلل الضغط من عليكم، أنا عارفة إن في ناس كتيرة جدًا، جدًا الأيام دي الموضوع ده قالقها وتاعبها نفسيًا، بس كله يعني طالما عندنا يقين في الله، فصدقوني إن شاء الله بإذن الله الخير كله هيبقى في بيوتكم. أتمنى طبعًا حبايب قلبي يكون الفيديو عجبكم، أتمنى إن أنتم ما تنسوش تحطوا لي كومنت حلو وكمان تعملوا لي لايك وتشيّروا الفيديو لأصحابكم على قد ما تقدروا، إن شاء الله بإذن الله هاحاول أكون متواجدة معاكم يوم ويوم زي ما قُلت لكم، ولمّا أقدر أعمل كل يوم هاعمل بإذن الله، ادعوا لي دعوة حلوة من قلبكم بصلاح الحال، ادعوا لي ربنا يكرمني، باحبكم جدًا، أسيبكم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.